الموضوع ده مجنون شويتين بس يستحق التفكير. دي صور لكذا جزيرة معروضة للبيع. أماكن الجزر دي في أمريكا وكندا وآسيا ومن كل مكان في العالم تقريبا. أسعارها بتبدأ من أول 80,000 دولار، يعني تقريبا 3,760,000 جنيه مصري. ده سعر الجزيرة اللي بتشيل حوالي 100 شخص، يعني الشخص الواحد يدفع 37,000 جنيه. وفي جزر أكبر تشيل لحد 3000 شخص بأسعار أكبر طبعا. وفي حاجات متوسطة تشيل 500 شخص، سعرها حوالي من 500,000 دولار، يعني 25 مليون جنيه. يعني الشخص الواحد يدفع 50,000 جنيه مصري. بتدي الجنسية للمالك بعد التملك، اللي بيكون له الحق بعد كده في استدعاء أي حد هو عايزه. يعني ايه؟ قعدت اتخيل كده لو كل واحد يجمع الناس اللي شبهه في الاهتمامات وفي الحاجات اللي بيحبها حتى لو ما يعرفوش شخصيا، كم واحد من عيلته والناس اللي بيحبها، ولمته مثلا 500 شخص وكل واحد دفع 50,000 جنيه، هتجمعوا حوالي من 25 مليون جنيه. وتجيبوا لكم جزيرة في آسيا وفي كندا وتحطوا لها قوانين بمزاجكم، من غير بقى قرف وعك وتقلبات البشر اللي احنا بنشوفها دي. لا تقولي بقى زحمة ولا جو وحش ولا تلوث ولا كهرباء بتقطع، حياة بدائية زي ما بيقول الكتاب. ولو زهقت بقى ارجع تاني، محدش هيمنعك. فكرة مجنونة وهبلة، بس هو أساسا في واقع أو حقيقة ما بتبدأش بجنان. يا لو نتجمع ونعملها.